كيتكلم على واحد الشيخ عندنا حنا أعجوبة من أعاجيب الزمان لم تجد بعده المغرب بمثله. الشيخ تقي الدين الهلالي رحل الأقطار وسافر الأسفار شو هذوك اللي عزيز سميتو، وبعد ذلك جا المغرب وجا الدار البيضاء هنا بالضبط وبت علما عظيما، ثم ذهب الرباط وبت علما، ثم ذهب المكناس بت العلم. يعني ما مشى المكناس إلا بسبب الرغم. دار الدار الحديث الحسنية بإشراف الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، من أوائل من درس فيها الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله. جامعة محمد الخامس تقي الدين الهلالي، حتى قيل أنه إذا سمعتي دكتور في المغرب ديك الوقيته فلا ينصرف الدين إلا إلى الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله. السمعة التي يعرفها الشيخ تقي الدين الهلالي هنا في المغرب بسبب ماذا؟ أنه تعلم العلم وما رحل إلى الهند والسند وهذاك الشيء إلا من أجل طلب الحديث، حتى أنه في مصر يعني حنا كندوي على رحلة في طلب العلم. انت دابا كنت تسيب الناس يتصنتوا لك ما تبقى تمشي حتى شي بلاصه. الشيخ تقي الدين الهلالي وجدت الناس اقبالا عليه في الريرمون في مصر، والناس بغاتو. واحد قال لي نكتب لك 2 فدادين ونزوجك بنتي، والاخر تا هو لاباس عليه تعال بغاو يعطيو الفلوس في مصر، وارادوا ان يعطوا الاموال ويعطوا الاراضي والفدادين وكذا وكذا وكذا. قال لهم انا اريد ان احج، وبغى يمشي فين؟ بغى يمشي ماذا؟ يمشي يطلب علم الحديث في الهند. كانت الهند معروفه بعلماء الحديث، يعني من اجل الرحله في طلب العلم سخب بزاف الحوايج. في الزواج دابا واحد تسمع غير الزواج يقدر يسمع في طلب العلم، يقدر يسمع في كل شيء، عطاو الفلوس صافي هذا مشى لي طلب العلم بزاف بصفه نهائيه ما تسولوا عليه حتى مده اخرى. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله زهد في هذه الامور كلها من اجل ماذا؟ من اجل طلب العلم ومن اجل الحج. نزيدك من الشعر بيتا كما يقولون، وتستمتع بالشيخ تقي الدين الهلالي انه كان لا ياخذ المال وبغى يحج ما عنده حتى ريال، والمدين مع اخوه باغي اخوه يحج معاه. قال انه كان كيبين انه واحد النخوه ديال الشيخ تقي الدين الهلالي، وينبغي ان تكون في طالب العلم وفي العلماء، فما كانش كيشد فلوس على ديك الدعوه اللي كيدير. لكن لما ذهب الى القاهره جاتو واحد الحواله ديال الفلوس، حج هو وحج الاخ ديالو، يعني صدق نافق على راسه وعلى من؟ على خوه، ورحل الى الهند. ما شدوش حتى في السعوديه ومشى للهند والعراق. المهم الشيخ تقي الدين الهلالي أعجوبة من أعاجيب الزمان، سواء في علمه في دعوته في طلبه للعلم رحمه الله رحمة واسعة. المهم حنا ديال الرحلة في طلب العلم راه الإنسان يرحل.